بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مراجعة جبر تالتة إعدادي الترم الثاني. ده الجزء الثاني في المراجعة. احنا إن شاء الله الحمد لله خلصنا الجزء الأول واللي هو تلخيص المنهج من ملزمة المراجعة النهائية. تمام. وإن المسائل المقالية اللي في ملزمة المراجعة النهائية تتذاكر بالحرف. المسائل المقالية اللي في ملزمة المراجعة النهائية تتذاكر بالحرف. تمام. النهارده إن شاء الله الجزء الثاني في المراجعة وهو حل نماذج كتاب المدرسة. إن شاء الله نقدر ونحل نموذجين النهارده إن شاء الله في الحصة. تمام. طيب. النموذج الاول بيقول لي مجال الداله ن حيث ن س بتساوي س على س ناقص 1 واحد. احنا قلنا المجال بتاع الداله هو فرق اصفار المقام. يبقى المجال فرق اصفار المقام. المجال فرق اصفار المقام. يبقى فرق اصفار المقام س ناقص 1. يعني ايه اصفار المقام؟ يعني ساوي المقام بصفر. يعني ايه اصفار المقام؟ يعني ساوي المقام بصفر. المقام اللي هو س ناقص 1. فس ناقص 1 لما سواها بصفر يبقى الس اصبحت بكام؟ بواحد، صح؟ فكده فرق 1. يبقى المجال هنا فرق ايه؟ فرق 1. يبقى المجال فرق اصفار المقام. طب ازاي بتجيب اصفار المقام؟ بتساوي المقام بالصفر وتطلع قيم السين. خلاص، بس طبعا انت بتعملها في دماغك. يبقى س ناقص 1 بصفر يبقى س بواحد. يبقى فرق ايه؟ فرق 1. تمام. طيب. رقم 2، عدد حلول المعادلتين س زائد ص بتساوي 2 وص زائد س بتساوي 3 معا في ضرب انت كل اللي هتعمله هنا يا قلقاسه هتشوف معامل س على معامل س ومعامل ص على معامل ص. معامل الس هنا واحد على معامل الس هنا واحد بتساوي معامل الصاد هنا واحد على معامل الصاد هنا واحد. هل هتساوي الحد المطلق هنا على الحد المطلق هنا؟ لا. يبقى انت عندك كده معامل س على معامل س بيساوي معامل ص على معامل ص لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. فكده عدد الحلول ايه؟ عدد الحلول صفر. ليه؟ كده المستقيمان متوازيان. كده المستقيمان ايه؟ متوازيان. خلاص. طالما معامل س على معامل س بيساوي معامل ص على معامل ص لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق، يبقى كده المستقيمين متوازيان، عدد الحلول صفر. لو هما الثلاثه بيساووا بعض يبقى المستقيمان ايه؟ منطبقان، عدد الحلول عدد لا نهائي. لو الثلاثه ما بيساووش بعض يبقى المستقيمان متقاطعان، عدد الحلول حل وحيد. خلاص. اتفقنا. ودي برضو موجوده في اول صفحه في ملزمه المراجعه النهائيه. اللي بعده، اذا كانت س لا تساوي صفر فان 5 س على س تربيع زائد 1 على س على س تربيع زائد 1. هي انا هكبر الصوره شويه علشان الناس بس تشوف الحاجات واضحه. لا، هنا الصوره كده هتبوظ ثانيه. انا بس بحاول، لا مش هينفع برضو. هي ايا كانت المفروض هنا 5 س على س تربيع زائد 1 المفروض بتقلب العلى فيه وتشقلب اللي بعدها. فتبقى 5 س على س تربيع زائد 1. اقلب العلى فيه وشقلب اللي بعدها س تربيع زائد 1 على س. يبقى انت عملت ايه؟ قلبت العلى فيه وشقلبت اللي بعدها. حلو. اختصر بقى اي بسط مع اي مقام في الضرب، بتختصر اي بسط مع اي مقام. السين راحت مع السين والسين تربيع راحت زائد 1 طرت مع س تربيع زائد 1. اتفضل لك كام؟ 5 في 1 بخمسة على 1 يبقى 5. يبقى فيها الخمسة. يبقى انا هنا قلبت العلى فيه وشقلب اللي بعدها، دي راحت مع دي والسين راحت مع السين. اتفضل لك كام؟ 5. اللي بعده، اذا كانت النسبه بين محيطي مربعين 1 الى 2 فان النسبه بين مساحتيهما. النسبه بين المساحتين بتساوي مربع النسبه بين المحيطين. النسبه بين المساحتين بتساوي مربع النسبه بين المحيطين. يعني ربع 1 1 ربع الاثنين 4. يبقى 1 الى ايه؟ الى 4. رقم 5، معادله محور تماثل منحنى الداله اللي هو سالب باء على 2 الف. معادله محور التماثل اللي هي سالب باء على 2 الف. تمام. الباء ده اللي هو معامل س، هو في س اصلا؟ لا. فيبقى صفر على 2 الالف. الالف ده معامل السين تربيع. فصفر على 2 في 1 بصفر. يبقى هي س بتساوي ايه؟ صفر. يبقى معادله محور تماثل منحنى الداله ده هو سالب باء على 2 الف. معادله محور التماثل هي سالب باء على 2 الف. الباء ده معامل السين. انت عندك س؟ لا، يبقى صفر على 2 الف بصفر. صفر على اي حاجه بصفر. يبقى س بتساوي ايه؟ صفر. تمام. طيب. بيقول لك اذا كان الف جزئيه من فاء لتجربه عشوائيه ما وكان لام الف المكمله بتساوي 2 لام الف فان لام الف. انت عندك قانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول لام الف زائد لام الف المكمله بواحد. ده قانون في الاحتمالات. لام الف زائد لام الف المكمله بيساوي واحد. ده قانون احفظه. لام الف زائد لام الف المكمله بواحد. حلو قوي.
لام الف المكمله ب 2 لام الف، يبقى انا هشيل دي واحط 2 لام الف. يبقى لام الف زائد 2 لام الف بتساوي 1. يبقى كده 3 لام الف بتساوي 1. ما هو لام الف و2 لام الف ب 3 لام الف. هقسم على الثلاثه، يبقى لام الف بتساوي كام؟ تالتة. خلاص فهمنا؟ تمام. يبقى ده كده السؤال الاول. اختر 6 نقط. هقول تاني، هنا المجال هحفر على اسفل المقام. هنا عدد حلول معادلين، معامل س على معامل س، ومعامل ص على معامل ص، والحد المطلق على الحد المطلق. كده معامل س على معامل س ما بيساوي معامل ص على معامل ص، ما بيساويش الحد المطلق على الحد المطلق. المستقيمان متوازيان عدد الحلول صفر. لو الثلاثه ما بيساويش بعض متقاطعان عدد الحلول حل واحد. لو كلهم بيساووا بعض منطبقان عدد الحلول لا نهائي. هنا قلبت على فيوش، قلبت اللي بعدها. هنا النسبه بين المساحتين بتساوي مربع النسبه بين المحيطين. النسبه بين المساحتين بتساوي مربع النسبه بين المحيطين 1/4. هنا معادله محور تماثل القانون سالب باء على 2 الف. الباء ده معامل س، ما فيش س فيبقى صفر. هنا الف جزئيه من فاء، وكان لام الف المكمله بتساوي 2 لام الف. عندك قانون في الاحتمال، ده قانون، ده قانون نحفظه. لام الف زائد لام الف المكمله بواحد. لام الف المكمله ب 2 لام الف هو عطاها لي، يبقى انا شلت دي وحطيت 2 لام الف. لام الف زائد 2 لام الف هتساوي 3 لام الف بتساوي 1. قسمت على الثلاثه هنا وهنا، يبقى اللام الف بكام؟ بتلت. اللي عنده اي سؤال هنا يرفع ايده. اللي عنده اي سؤال هنا يرفع ايده. تمام. خلاص طيب. تعال نروح للسؤال الثاني الف. بيقول لي باستخدام القانون العام اوجد مجموعه حل المعادله الاتيه في ح 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بتساوي 0 مقربا الناتج لرقم 10 1. اولا طالما قانون عام لازم تكون عندك المعادله على الصوره ا س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي 0. لازم تكون على الصوره دي ا س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي 0. هل المعادله دي على الصوره دي؟ تمام. بتجيب انت الالف ده اللي هو معامل السين تربيع 2، وبتجيب الباء اللي هو معامل السين سالب 5، وبتجيب الجيم اللي هو الحد المطلق 1. يبقى بتجيب الف وباء وجيم. الالف معامل السين تربيع، الباء معامل السين، الجيم الحد المطلق. وبتبدا تكتب القانون العام س بتساوي سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 الف ج. حلو على 2 الف. ده القانون العام ولازم نحفظه، وقلته في المراجعه النهائيه الحصه اللي فاتت في التلخيص. هتساوي الباء بسالب 5، قلت لك طالما سالب باء غير الاشاره يبقى 5 موجب او سالب جذر سالب 5 تربيع ب 25 ناقص 4 في الالف ب 2 في الجيم بواحد على 2 الف، يعني 2 في الالف ب 2 بتساوي 5 موجب او سالب جذر 25 ناقص 4 في 2 في 1. اعملها على الاله، يعني اعمل الحته دي بس اللي تحت الجذر على الاله. اعمل كده، طلع الاله واكتب، سيبك من الجذر، ما تكتبش جذر دلوقتي. اعمل 25 ناقص 4 في 2 في 1 هتساوي 17. حلو. على 2 في 2 بكام؟ ب 4. خلاص. بعد كده بنقسم الصفحه نصين، يا اما س بتساوي 5 زائد جذر 17 على 4 هتساوي تقريبا كام؟ يا اما س بتساوي 5 ناقص جذر 17 على 4 هتساوي تقريبا كام؟ بتعمل دي على الاله وتقربها لاقرب رقم 10. 5 زائد جذر 17 على 4 هتساوي كام؟ قال لك لاقرب رقم 10 واحد خد رقم واحد بعد العلامه اللي هو 2، ده يبقى 2 و2 من 10. بس الثمانيه رقم كريم هتدي للاثنين يبقى 2 و3 من 10. خلاص. هنا نفس الكلام، هنشيل الزائد ونحط ناقص. 5 ناقص هتساوي بص اس دي هتبقى 2 من 10 بس. هي في سالب ولا لا؟ لا مفيش سالب، يبقى 2 من 10 بس. رقم. طب الواحد ما عطاش للاثنين ليه؟ ما هو الواحد رقم بخيل ما بيديش حاجه. يبقى كده مجموعه الحل بتساوي 2 و3 من 10 فاصلة 2 من 10. المفروض ده كان واجب واحنا حلينه. خلاص تمام. اتفقنا. يبقى انا هنا كده عندي بعمل ايه؟ المعادله لازم تكون على الصوره دي. بتجيب الف معامل السين تربيع، الباء معامل السين، تجيب الحد المطلق، وتكتب القانون العام. ده القانون العام لازم نحفظه. وبتعوض سالب باء يبقى 5 موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 الف ج، يبقى 5 موجب او سالب جذر 25 ناقص 4 في 2 في 1 على 2 في 2 لان الالف ب 2. هيطلع لك ده. بعد ما يطلع لك كده بتقسم الصفحه، واحده موجب وواحده سالب بس، وبتحل عادي. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. تمام. طيب تعال نروح للي بعده. يا جماعه المراجعات دي مهمه جدا 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 جدا. هنا بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره مبينه من مجال نون. اول ما يقول لك كده حلل مجال حذف. حلل مجال حذف. يبقى انا هقول له نون س، هحلل س ناقص 3 زي ما هي، س تربيع ناقص 7 س زائد 12. دي بتتحلل ازاي؟ ده مقدار ثلاثي بسيط، بفتح قوسين الس تربيع س في س
كام في كام ب 12 واجمعهم يديني 7. 3 في 4. الاخير موجب الاثنين شبه اللي في النص، واحده ناقص واحده ناقص، الاخير موجب الاثنين شبه اللي في النص. حلو. ناقص الاربعه س تربيع ناقص 4 س، بناخد السين عامل مشترك. تمام. هيتفضل لك س ناقص 4. ليه؟ س تربيع على س بس ناقص نزلت 4 س على س، السين راحت مع س، اتفضل لك 4. كده حللت اول خطوه، حللت. بعدين هات المجال. المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام. ح فرق س ناقص 3 يساوي بصفر، يبقى س ب 3. س ناقص 4 بصفر، يبقى س ب 4. س يساوي بصفر، يبقى صفر. س ناقص 4 بصفر، يبقى س ب 4 مكتوب اهو. ح فرق اصفار المقام. اصفار المقام يعني يساوي المقام بصفر بس في دماغك. تمام. او غير الاشارات، ولو لقيت السين لوحدها بتحط صفر. الاختصار ن س بتساوي دي هتروح مع دي، هيتفضل لك هنا 1 على س ناقص 4 بتساوي 4. معلش بتساوي ايه؟ ناقص 4 على س في س ناقص 4. حلو كده، حلو كده. المفروض ان انت كده محتاج توحد مقامات، لان انا ما ينفعش اطرح الا لما اوحد مقام. فانا هعمل ايه؟ هنضرب الكسر الاولاني ده في س، اقول له بضرب الكسر الاول في س اللي هو ده. هنضرب هنا في س يا جماعه، وهنضرب فوق في س. صح صح. يبقى هتساوي س فوق على تحت، بقت س في س ناقص 4. تمام. ناقص 4 دي زي ما هي س في س ناقص 4. المقام متوحد هنزله س في س ناقص 4. فوق بتنزل البسط زي ما هو س ناقص 4 خلاص. هتلاقي دي طارت مع دي، هيتفضل لك واحد على ايه؟ هيتفضل لك واحد على س ايها الأولى. خلاص. يبقى انا هقول تاني. اول ما يجي لك سؤال كده، اوجد ن س في ابسط صوره، جاي لك بقى جمع طرح ضرب اسم الكلام ده كله، حلل مجال حذف. حلل مجال حذف. دي ما فيهاش تحليل، نزل زي ما هي. ده مقدار ثلاثي بسيط، س تربيع س في س، كام في كام ب 12 واجمعهم يديني 7. 3 في 4 الاخير موجب الاثنين شبه اللي في النص. دي نزل زي ما هي. الس تربيع ناقص 4 س، خدت س عامل مشترك، اتفضل لك س ناقص 4. بعدين جبت المجال حفر على اصفار المقام. بعدين اختصرت تطلع لي 1 على س ناقص 4 ناقص 4 على س في س ناقص 4. ما ينفعش تجمع او تطرح غير لما يكون المقام شبه المقام. المقام ده شبه المقام ما عدا س، فلازم ده يكون في س. فهضرب هنا في س زي ما اضرب تحت اضرب فوق، فقلت بضرب الكسر الاول في س فوق وتحت طبعا بسطا ومقام. فبقت س على س في س ناقص 4 ناقص 4 على س في س ناقص 4. وحدنا المقامات على س في س ناقص 4 ونزلنا البسط زي ما هو خلاص. دي طرت مع دي، اتفضل لي 1 على س. اللي عنده اي سؤال يا جماعه يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تمام. طيب تعال نروح للسؤال الثالث الف. هنا بيقول لي اوجد في ح ضرب ح مجموعه حل المعادلتين. جايب لك معادلتين، واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه. طالما جايب لي معادلتين، واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه، يبقى انا هحل بالتعويض. طالما جايب لي معادلتين، واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه، يبقى انا هحل بالتعويض. بنعمل ايه واحنا بنحل التعويض؟ بتمسك معادله الدرجه الاولى، بتخلي السين لوحدها او الصاد لوحدها. امسك معادله الدرجه الاولى، اخلي السين لوحدها او الصاد لوحدها. يبقى انا هودي السالب دي باشاره مخالفه، يبقى س بتساوي ص بالتعويض عن س بتساوي ص في معادله الدرجه الثانيه. يبقى انا كده السين بتساوي ص، اشيل السين واحط مكانها ص في معادله الدرجه الثانيه اللي هي دي. يبقى اشيل السين بقت ص تربيع، زائد اشيل السين ص في ص، زائد ص تربيع بتساوي 27. يبقى ص تربيع زائد ص في ص بص تربيع، زائد ص تربيع بتساوي 27. حلو حلو. يبقى كده 3 ص تربيع بتساوي 27. هنقسم على الثلاثه، يبقى 3 ص تربيع على 3 بتساوي 27 على 3. دي راحت مع دي، يبقى ص تربيع بتساوي كام؟ 9. هناخد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى يا اما ص ب3 يا اما ص بايه؟ بسالب 3. وانت عندك بما ان س بتساوي ص اللي هي دي، خلاص يبقى كده الس بتساوي 3 والس بتساوي سالب 3. كده مجموعة الحل هتساوي 3 و3 وسالب 3 وسالب 3. خلاص مش مشكله. يبقى يا بابا يا ماما عندك معادلتين، واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه، يبقى تحل بالتعويض. ازاي بالتعويض؟ بتمسك بعينك على معادله الدرجه الاولى اللي هي دي، اللي هي اس واحد، عينك على دي، خلي لي السين لوحدها او الصاد لوحدها. انا هخلي السين لوحدها، فهنقول دي باشاره مخالفه، يبقى س بتساوي ص. عوض بقى عن السين في معادله الدرجه الثانيه،
يعني شيل السين وحط قيمتها اللي هي بصاد، فيبقى صاد تربيع زائد صاد في صاد زائد صاد تربيع ب 27. حلو. يبقى صاد تربيع زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 27 عشان صاد في صاد. يبقى واحد وواحد وواحد 3 صاد تربيع بتساوي 27. قسمت على الثلاثه يبقى صاد تربيع بتساوي 9. خدت جذر تربيعي يبقى الصاد بثلاثه او سالب 3. طب مش السين بتساوي صاد يبقى برضه السين بثلاثه او سالب 3. مجموعه الحل 3 و3 او سالب 3 وسالب 3. خلاص. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اي سؤال يتفضل يسال. تمام. طيب تعال نروح للسؤال الثالث بقى. ما تزهقش ما تزهقش. واحده واحده. وانا براجع ليله الامتحان دي هتبقى متسجله افضل عشان الوقت. بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره ما بين المجال. اول ما يجي لك كده حلل مجال حذف. حلل مجال حذف. حلل مجال حذف. طبعا السؤال ده ليه طريقتين، ممكن تقلب العلى فيه في الاول او بعدين. تمام. انا هقلبها بعدين. هحللها اقول له نون س بتساوي س تربيع زائد 4 س زائد 3. ده مقدار ثلاثي بسيط بيتحلل، بفتح قوسين. السين تربيع س في س. كام في كام ب3 مجموعه مدينا 4 1 في 3. الاخير موجب الاثنين شبه اللي في النص. اللي تحت ده فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير الجذر التكعيبي للسين تكعيب س والاشاره، والجذر التكعيبي لل 27 3. القوس الكبير مربع السين س تربيع، مربع الثلاثه 9. غير الاشاره، اضرب اول في ثاني س في 3 ب 3 س. حلو. على زي ما هي، س زائد 3 زي ما هي، وده زي ما هو برضو لان ده هو القوس الكبير من فرق بين مكعبين فما بيتحللش فهو. يبقى س تربيع زائد 3 س زائد 9. تمام. طيب بعد كده حللنا. هات المجال. ح فرق اصفار المقامات والبسط بتاع الكسر الثاني. ليه يا مستر؟ علشان دي على. يبقى في العلى بس اصفار المقامات والبسط بتاع الكسر الثاني. ح فرق اصفار المقامات يبقى ح فرق 3، والبسط بتاع الكسر الثاني يعني المقام ده والمقام ده والبسط ده. خلاص. طبعا ده ملوش اصفار وده ملوش اصفار. زي ما قلنا القوس الكبير في مجموع مكعبين او فرق بين مكعبين ملوش اصفار. فاصفار ده هتبقى 3 واصفار ده هتبقى سالب 3 لان دي اسمه المجال بتاع اللي هو الكسر في ابسط صوره يا جماعه. لو في اسمه المجال ح فرق اصفار المقامات والبسط بتاع الكسر الثاني. كده جبنا المجال. الاختصار هنقلب العلى فيه ونشقلب اللي بعدها. هنقلب العلى فيه ونشقلب اللي بعدها. يبقى نون س بتساوي، هنكتب دي زي ما هي س زائد 1 في س زائد 3. دي زي ما هي س ناقص 3 في س تربيع زائد 3 س زائد 9 في شقلب اللي بعدها س تربيع زائد 3 س زائد 9. ما انا هشقلب دي اقلب العلى فيه والشقلب اللي بعدها على س زائد 3. هنختصر اي بسط مع اي مقام. دي راحت مع دي ودي راحت مع دي. هيتفضل لك س زائد 1 على س ناقص 3. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. فهو يا ولا اسف. فهو يا دكتور. تمام. طيب تعال نروح للي بعده. ده سؤال لفظي. خلي بالك المثال اللفظيه مهمه جدا جدا جدا. بيقول لي مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4. الطول بيزيد عن العرض ب4. فكده الطول س والعرض ص. طب بيقول لك الطول، ركز معايا، الطول بيزيد عن العرض ب4 ثانيه. فاذا كان محيط المستطيل 28 اوجد مساحه المستطيل. ركز يا دكتور. انا عاوزك تقرا السؤال واحده واحده كده وتفهمه. قال لك طوله يزيد عن عرضه ب4. معايا؟ طيب. طيب هنيجي نحل السؤال ازاي؟ هنقول له نفرض ان الطول س والعرض ص. حلو. طالما قال لك الطول بيزيد عن العرض ب4 يبقى س ناقص ص ب4. اهو حتى انا كاتب لك بص، بما ان الطول يزيد عن العرض ب4 اذا الطول ناقص العرض بيساوي الزياده. بما ان الطول يزيد عن العرض اذا الطول ناقص العرض بيساوي الزياده. يبقى س ناقص ص ب4. مش المحيط ب 28، المحيط المستطيل هو ايه؟ 2 في الطول زائد العرض او الطول زائد العرض الكل في 2. يبقى اذا 2 في س زائد ص ب 28 هقسم على 2 يبقى س زائد ص ب 14. يبقى انت كده عندك معادلتين، س ناقص ص ب4 اللي هي الطول يزيد الطول بيزيد على العرض ب4، والمعادله الثانيه اللي هي من المحيط س زائد ص ب 14. هقول بالجمع احلهم بالحذف دي راحت مع دي يبقى 2 س ب 18 هقسم على 2 يبقى الس ب 9. بالتعويض في س ناقص ص ب4 يعني شيل السين دي وحط 9 يبقى 9 ناقص ص ب4. هودي ال 9 باشاره مخالفه يبقى كده سالب ص بتساوي 4 ناقص 9 يبقى ص بتساوي سالب 5. دي راحت مع دي يبقى الص بكام؟ يبقى الص ب5. يبقى مساحه المستطيل الطول في العرض الطول اللي هو س والعرض اللي هو ص في 9 في 5 ب5
و40. فهمنا يا دكتور؟ هقول تاني. قال لك الطول يزيد عن العرض ب4، يبقى س ناقص ص ب4. هنفرض ان الطول س والعرض ص. طالما قال لك الطول بيزيد عن العرض ب4، يبقى س ناقص ص ب4. مش المحيط 28 ومحيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، يعني س زائد ص الكل في 2 بيساوي 28، صح؟ هقسم انا على 2 يبقى س زائد ص بتساوي 14، اللي هي دي اهي. اهي نفس الكلام اهو. المحيط 2 زائد الطول في العرض، او الطول زائد العرض الكل في 2. حلو؟ حلو. يبقى هتشيل كلمه المحيط وتحط 28 وتعوض الطول اللي هو س والعرض اللي هو ص، وبعدين هقسم على الاثنين يبقى س زائد ص ب 14. فهمت؟ هحط المعادله دي والمعادله دي تحت بعض واحلهم بالحذف واجيب السين اللي هي الطول، وبعدين اجيب اعوض اجيب الصاد اللي هي العرض، والمساحه الطول في العرض بكام؟ ب 45. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تمام؟ طيب تعال نروح للسؤال الرابع بقى. هنا بيقول اذا كان ن س عاوز ن اس سالب 1 س في ابسط صوره وعين مجال ن اس سالب 1. اول حاجه يا بابا حلل مجال حذف، حلل مجال حذف، حلل مجال حذف. بس خلي بالك هو عاوز ن سالب 1. ايه ن سالب 1؟ المعكوس الضربي. وطالما هو عاوز معكوس ضرب يبقى انا بشقلب. هو عاوز ن سالب 1 س، يعني ايه ن سالب 1 س؟ يعني المعكوس الضربي. وطالما هو عاوز المعكوس الضربي يبقى انا بشقلب. يبقى انا هشقلب ده س تربيع ناقص 3 س زائد 2. حلو؟ على س تربيع ناقص 2 س. كده شقلبت. حلل بقى. نعمل شرطة كسر. ده كام في كام ب2 واجمعهم يديني 3، 2 في 1. يبقى س ناقص 1 وس زائد 2 وس ناقص 2. معلش ممكن تلاقي لا مش واضح قوي عشان بس ايه الصوره دي جاهزه من السنه اللي فاتت يعني. وهنا هناخد تحت س عامل مشترك بالقلم الازرق زي ما احنا. هيتفضل لي س ناقص 2. ليه؟ س تربيع على س بس والس راحت مع س اتفضل لي 2. كده حللنا. يبقى انا ظبطتها. طالما عاوز معكوس ضرب بشقلب. المجال نفس الكلام. عارف مجال المعكوس الضرب ايه؟ فرق اصفار المقام والبسط. مجال المعكوس الضربي فرق اصفار المقام والبسط. يبقى فرق طالما الس اللي بعدها يبقى صفر. س ناقص 2 نغير الاشاره يبقى 2. س ناقص 1 غير الاشاره يبقى 1. وس ناقص 2 ب 2 مكتوب بس. يبقى مجال المعكوس الضربي فرق اصفار المقام والبسط. تمام؟ طيب بعد كده الاختصار ن سالب 1 س هتساوي دي طارت مع دي. هتفضل س ناقص 1 على س. بيقول لك قيمه س اذا كانت ن سالب 1 س ب3. يعني ايه؟ يعني هات لي السين لما تكون دي ب3. معناتها كده هات لي السين لما تكون دي ب3. خلاص هقول له عندما ن سالب 1 س بتساوي 3. انا بقى هعمل ايه؟ هشيل دي واحط 3. يبقى 3 بتساوي س ناقص 1 على س. س ناقص 1 اكبر بس الخط برضو. س ناقص 1 على س بكام؟ ب3. 3 دي مقامها 1 صح؟ طرفين في وسطين. 3 في س ب3 س بتساوي 1 في س ناقص 1 بس ناقص 1. هنقول س دي بإشارة مخالفة. تمام؟ يبقى 2 س معلش. يبقى 3 س ناقص س بتساوي سالب 1. يبقى 2 س بتساوي سالب 1. هنقسم على 2 يبقى الس بسالب نص. هو عاوز الس. خلاص؟ فهمت يا دكتور؟ كل ده مكتوب بخط منظم يعني بعد الحصه، بس انا كده بكتب بسرعه عشان الوقت. يبقى انا هقول تاني. اول مجال كده حلل مجال حذف، حلل مجال حذف، حلل مجال حذف. قبل ما احلل ده هو ن اس سالب 1 س، يعني معكوس ضربي. اشقلبها. طالما عاوز معكوس ضربي شقلبها. طالما عاوز معكوس ضربي شقلبها. يبقى انا هشقلب دي. بعد ما شقلبتها احللها. حلو؟ حللنا المجال مجال المعكوس الضربي فرق اصفار المقام والبسط. فرق اصفار المقام والبسط. يبقى صفر واثنين وواحد والاثنين مكتوبه. خلاص الاختصار دي طارت مع دي تفضل لك س ناقص 1 على س. بقول لك قيمه س اذا كانت ن اس سالب 1 س ب3. قيمه س لو دي ب3 اقول له عندما دي بتساوي 3. قيمه س هتعمل ايه؟ خلاص اشيل دي كده واحط 3 واعمل طرفين فاصلين. يبقى 3 س بتساوي س ناقص 1. هودي دي باشاره مخالفه. يبقى 3 س ناقص س بسالب 1. يبقى 2 س بسالب 1. قسمت على الاثنين يبقى س بسالب نص. اللي عنده اي سؤال اتفضل يسال. ما حدش يتكسف. اللي عنده اي سؤال اتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال اتفضل يسال. تمام؟ طيب تعال نروح على السؤال الخامس. السؤال الخامس برضه يا دكتور سؤال سهل ولذيذ.
بيقول لي اذا كانت 2 1 س بتساوي س تربيع على س تكعيب ناقص س تربيع، دي تكعيب يا جماعه، تمام، ناقص س تربيع، تمام، ونون 2 س بتساوي كذا. بيقول لك فاثبت ان حلل مجال حذف، نفس الخطوات، حلل مجال حذف. طالما قال لك اثبت لي ان نون 1 بتساوي نون 2، اقسم الصفحه نصين وهات لي نون 1 س هتساوي س تربيع، ما فيهاش تحليل، تحت هاخد س تربيع عامل مشترك، هيتفضل لي س ناقص 1. ليه؟ س تكعيب على س تربيع بس، عشان في حاله الاسم بطرح الاسس، ناقص س تربيع على س تربيع بواحد. حلو، حللنا مجال نون 1 هتساوي ح فرق، طالما السين لوحدها يبقى صفر وغير الاشاره يبقى واحد، ح فرق صفر واحد. الاختصار نون 1 س هتساوي دي طارت مع دي، فضل لك واحد على س ناقص واحد. حلو، يبقى حللنا وجبنا المجال واختصرنا. طيب نون 2 س نفس الكلام هتساوي، هناخد فوق س عامل مشترك، هيتفضل لك س تربيع زائد س زائد واحد. ليه؟ س تكعيب على س بس تربيع، س تربيع على س بس، س على س بواحد. هنا هناخد س عامل مشترك، هيتفضل لي س اس 3 ناقص واحد. ليه؟ س اس 4 على س بس اس 3، س على س بواحد. تمام؟ طيب بعدين هنكمل، لسه عايز ده يتحل الفرق بين المكعبين. اللي فوق زي ما هو س في س تربيع زائد س زائد واحد، اللي تحت س زي ما هي. ده فرق بين المكعبين، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير جذر تكعيب السين تكعيب س والاشاره، والجذر تكعيب الواحد واحد. القوس الكبير مربع السين س تربيع، مربع الواحد واحد، غير الاشاره، واحد في س بس. كده حللنا المجال، مجال نون 2 بيساوي ح فرق اصفار المقام والبسط، ح فرق اصفار المقام بس، معلش، ح فرق اصفار المقام، يبقى السين لوحدها صفر وس ناقص واحد يبقى واحد بس. وده طبعا قلنا ملوش ايه؟ ملوش اصفار. القوس الكبير في مجموع مكعبين او فرق بينهم ملوش اصفار. اختصار نون 2 هتلاقي دي طارت مع دي ودي طارت مع دي، هيتفضل لك واحد على س ناقص واحد. كده انت عندك بما ان اختصار الاولى طلع بيساوي اختصار الثانيه، او واحد على س ناقص واحد، بما ان نون واحد س بتساوي نون 2 س. خلاص، ومجال نون واحد هو مجال نون 2، ومجال واحد بتساوي مجال 2. هقول له اذا نون واحد س او نون واحد بتساوي ايه؟ بتساوي نون 2. يبقى اول ما يقول لك اثبت لي ان نون واحد بتساوي نون 2، اعمل ايه؟ اقسم الصفحه نصين، حلل مجال حذف، هتحلل الاولى وتجيب مجالها ويختصرها، وتحلل الثانيه وتجيب مجالها وتختصرها. طالما الاختصار زي الاختصار والمجال زي المجال، اذا نون واحد بتساوي ايه؟ بتساوي نون 2. اللي عنده اي سؤال اتفضل اسال، اللي عنده اي سؤال اتفضل اسال. تمام؟ طيب اخر سؤال معانا وهو الاحصاء او الاحتمالات. بيقول لي اذا كان الف وباء حدثين من فضاء عينه في لتجربه عشوائيه، فوجد لام الف تقاطع باء، طبعا اعطيك الرسمه دي، وعاوز لام الف فرق باء واحتمال عدم وقوع الحدث الف. انا كاتبها جاهزه على طول. اولا الف تقاطع باء باثنين وثلاثه، يعني الالف والباء مشتركين فين؟ في الاثنين وثلاثه. فلام الف تقاطع باء هو عدد العناصر العدد الكلي، هم مشتركين في كام عنصر؟ اثنين، على كلهم كام؟ كل العناصر سته. ادي 1 2 3 4 5 6، كلهم ست عناصر، ف2 على 6 بكام؟ بتلت. طيب الف فرق باء، اللي موجود في الف مش موجود في باء، الخمسه. فلام الف فرق باء 1 على 6، لان هو عاوز لام، مش عاوز الف فرق باء، عاوز لام الف فرق باء. تمام؟ لام الف المكمله، انت عندك الف المكمله، يعني ايه اللي بيكمل لك الف؟ ايه الزياده على الف؟ 1 و4 و6. حلو؟ يبقى لام الف المكمله ثلاث اعداد على كلهم 6 يبقى نص. خلي بالك في السؤال ده مهم جدا جدا جدا. هقول تاني، هو عاوز لام الف تقاطع باء، هات الاول الف تقاطع باء، هات الاول الف تقاطع باء. الالف تقاطع مع الباء اشتركوا في الاثنين والثلاثه، يبقى عنصرين على 6، يبقى 2 على 6 بتلت. الف فرق لام الف فرق باء، لام الف فرق باء، هو الالف فرق باء بكام؟ يعني ايه اللي موجود في الف مش موجود في باء؟ 5، يعني عنصر واحد، يبقى لام الف فرق باء 1 على 6. احتمال عدم وقوع الحدث الف، يعني الف المكمله. احتمال عدم وقوع الحدث الف يعني الف المكمله. خلاص؟ تمام؟ يبقى لام الف المكمله، يعني عشان يبقى فاهمين. خلاص؟ طيب انت عندك الف المكمله، ايه اللي بيكمل لك الف؟ يعني ايه اللي مش موجود في الالف؟ 1 و4 و6، ثلاث اعداد على كلهم 6 يبقى نص. اللي عنده اي سؤال هنا يتفضل يسال، اللي عنده اي سؤال هنا يتفضل يسال. تمام؟ طيب كده خلصنا النموذج الاول، تعالوا ندخل على النموذج الثاني. طبعا النموذج الثاني انا هسيب الاجابات عشان الوقت بتاع الحصه، هسيب الاجابات عشان الوقت بتاع الحصه.
بيقول لي هنا مجموعه حل المعادلتين س بتساوي 3 وص بتساوي 4 في ح ضرب ح هي 3 و4. الس ب 3 والص ب 4 خلاص يبقى 3 و4. تمام. مجموعه اصفار الداله ساوي الداله بصفر. كلمه مجموعه اصفار الداله ساوي الداله بصفر. يبقى س تربيع زائد 4 لما اساويها بصفر هودي الاربعه باشاره مخالفه يبقى س تربيع بسالب 4. هتيجي تاخد جذر تربيعي ما ينفعش جذر تربيع العدد سالب. فكده خلاص ايه ما ليس لها اصفار اللي هي فاي. يبقى مجموعه اصفار الداله هساوي الداله بصفر هيبقى س تربيع بسالب 4 ما فيش جذر تربيع العدد سالب يبقى ايه يبقى فاي. اذا كان الف وباء حدثان متنافيين من فضاء عينه تجربه عشوائيه. فهنا طالما قال لك حدثان متنافيان طالما قال لك لام الف تقاطع باء يبقى صفر. لو قال الف تقاطع باء بس يبقى فاي. لو قال الف تقاطع باء بس يبقى فاي. طالما قال لام الف تقاطع باء صفر. لو قال لك حدثان ايه متنافيين. مجال المعكوس الضربي للداله دي. مجال المعكوس الضربي ح فرق اصفار المقام والبسط. مجال المعكوس الضربي ح فرق اصفار المقام والبسط. يبقى ح فرق 3 وسالب 2 بتغير الاشاره ح فرق 3 وغير الاشاره سالب 2. يبقى مجال المعكوس الضربي ح فرق اصفار المقام والبسط. المستقيمين دول يتقاطعان في المستقيمين دول يتقاطعان في نقطه الاصل. خلاص انت عندك الربع الاول موجب وموجب والربع الثاني سالب وموجب ونقطه الاصل صفر صفر والربع الثالث سالب وسالب. تمام. هنحل المعادلتين بايه بالحذف. هحل المعادلتين بايه بالحذف. خلاص تمام. 3 س زائد 5 ص بتساوي صفر و5 س ناقص 3 ص بتساوي صفر. ثلاثهم تحت بعض. هضرب المعادله الاولى في 3 والمعادله الثانيه في 5. فلما ضربت دي في 3 بقت 9 س زائد 15 ص بصفر. لما ضربت دي في 5 بقت 25 س ناقص 15 ص بصفر. موجب 15 ص ثالث مع طارت مع سالب 15 ص يبقى 9 و25 س ب 34 س بصفر. هقسم على 34 يبقى الس بصفر. هعوض في المعادله الاولى عن الس بصفر يبقى الصاد برضه بكام بصفر. يبقى هما يتقاطعوا في ايه في صفر وصفر اللي هي نقطه الاصل. خلاص تمام. يبقى انا حليت المعادلتين بالحذف. والحصه الجايه هعلمك ازاي تحل المعادلتين بالحذف عن طريق الاله عشان تتاكد بيها. الحصه الجايه هخليك ازاي تحل المعادلتين بالحذف يعني الحصه الجايه هعلمك دي ازاي تحلها بالاله. سهله يعني. الحصه الجايه ان شاء الله خليك ازاي تحل دي بالاله سهله عشان تتاكد منها على طول. خلاص. في اي مشكله يا جماعه؟ في حد عنده اي سؤال؟ تمام طيب. تعالى نروح للسؤال الثاني بقى. ممكن تلاقيني بتكلم بسرعه شويه بس علشان ايه انا هحل نموذجين والحصه ساعه. فيعني انت المفروض ده واجب عندك فالمفروض تبقى حل بتدخل معايا تاكد عليه. طب احنا هنبدا نحل معاك في الحصه امتى يا مستر؟ في حل المحافظات بقى. في حل المحافظات او الامتحانات المتوقعه اللي من الحصه الجايه ان شاء الله في الجبر. انا كده رجعت هندسه الجزء الاول رجعت جبر الجزء الاول ملخص المنهج. والجزء الثاني اللي هو اللي اسمه ايه اللي هو النماذج. تمام. الحصه الجايه هتبقى هندسه هنراجع هندسه ان شاء الله. الحصه الجايه هتبقى هندسه هنراجع هندسه. الجزء الاول في الهندسه بقى هنلخص الهندسه وبعدين النماذج وهكذا. تمام. هنا السؤال الثاني الف بيقول لي اوجد في ح مجموعه حل المعادله 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بصفر باستخدام القانون العام مقربا الناتج لاقرب رقمين عشرين. قلت لك طالما قانون عام لازم تكون المعادله بتاعتك على الصوره ا س تربيع زائد ب س زائد ج بصفر. هل المعادله على الصوره دي؟ هتجيب الالف معامل س تربيع بثلاثه والباء معامل الس سالب 5 والجيم الحد المطلق بواحد. وهتكتب القانون العام سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. حلو حلو. هتساوي هتعوض هتطلع لك 5 موجب او سالب جذر 13 على 6. هتقسم الصفحه نصين. يا اما س بتساوي 5 زائد جذر 13 على 6 يا اما س بتساوي 5 ناقص جذر 13 على 6. قال لك لاقرب رقمين عشرين هتعملها على الاله وتاخد رقمين بس بعد العلامه. ونفس الكلام هنا هتعملها على الاله وتاخد رقمين بس بعد العلامه. وادي مجموعه الحل. عندك اي سؤال اتفضل اسال. عندك اي سؤال اتفضل اسال. اي سؤال يخطر على بالك اسال. اي سؤال. بالله عليك عندك اي سؤال ارفع ايدك. اي سؤال ارفع ايدك. اي سؤال ارفع ايدك. مش عايز حد يطلع من الحصه في كلمه مش عارفها. تمام طيب. تعال نروح للسؤال الثاني بقى. نحذف الكلام ده كده. بيقول لي اختصر لابسط صوره حل المجال حذف. خلاص. حل المجال حذف الدنيا سهله قوي. ن س بتساوي س تكعيب ناقص 8 ده يتحل الفرق بين مكعبين. قوس صغير جذر الاول والاشاره وجذر الثاني. القوس الكبير مربع الاول ومربع الثاني وغير الاشاره واول في ثاني. تحت مقدار ثلاثي بسيط قوسين س وس كم في كم بستة وترحم يديني 1 2 في 3. الاخير ناقص الاثنين الكبير ياخد شرط في النص. لو الاخير موجب كنت بقول لي الاثنين شبه اللي في النص. طالما الاخير ناقص الكبير ياخد فيهم ياخد اشاره في النص يبقى ده موجب والثاني عكسه. في
س زائد 3 ده ما بيتحللش لان ده القوس الكبير من التحليل اللي فوق. س تربيع زائد 2 س زائد هتقول كام في كام 4 وجمع 202 مش هتلاقي. كده حللنا. المجال بيساوي ح فرق اصفار المقامات. طبعا لو دي اسمك هتبقى اصفار المقام والبسط بتاع الكسر الثاني. انما هنا ده ضرب عادي او جمع وطرح ح فرق اصفار المقامات يبقى 2 وسالب 3 وده ايه ما بيتحللش. خلاص يبقى 2 واحد يقول دي لا لا ده في الاسم بس او في المعكوس الضربي ح فرق اصفار المقام والبسط. المهم كده جبنا المجال اختصار ن س بتساوي دي راحت مع دي ودي راحت مع دي بس هيتفضل لك س زائد 2 على س زائد 3. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اي سؤال يا ولا اسال اي سؤال. تمام طيب تعال نروح لرقم 3 الف. خلي بالك السؤال ده معادلتين واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه يبقى نحل بالتعويض. طالما معادلتين واحده درجه اولى واحده درجه ثانيه يبقى نحل بالتعويض. بتحل ازاي بالتعويض؟ واحده واحده يا مستر. بنمسك يا مستر معادله الدرجه الاولى واخلي السين لوحدها او الصاد لوحدها. انت عندك س ناقص صاد بواحد فانا هنقول سالب صاد اشمعنى عشان تروح بالموجب فتبقى س بتساوي 1 زائد صاد. كده دي معادله الدرجه الاولى. عوض بقى عن السين دي في معادله الدرجه الثانيه يبقى بالتعويض عن س في المعادله رقم 2 اللي هي دي. حلو يعني هشيل السين واحط مكانها 1 زائد صاد. تمام يبقى 1 زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع هدخل ال 25 جوه باشاره مخالفه ناقص 25 بصفر. هنا هفك القوس تربيع 1 زائد صاد الكل تربيع. القوس تربيع بيتفك ازاي؟ خليك معايا هنا على جنب اهو. س لو انا عندي قوس مثلا س زائد صاد تربيع ده مثلا بيتفك ازاي؟ مربع الاول سيب المسافه اللي في النص مربع الاخير وبعدين نزل الزائد والاول في الثاني في 2 س في صاد بس صاد في 2 يبقى 2 س صاد. يبقى فك القوس تربيع مربع الاول انا عندي مثلا 1 زائد صاد الكل تربيع مربع الواحد 1 مربع الصاد صاد تربيع والاول في الثاني في 2 1 في صاد بصاد في 2 يبقى 2 صاد زائد الصاد تربيع نزل بتاع المساله فوق ناقص 25 بصفر. هتبدا تجمع المتشابه يبقى هنا فك القوس تربيع هنا جمع المتشابه صاد تربيع مع صاد تربيع وواحد مع سالب 25 يبقى 2 صاد تربيع زائد 2 صاد 1 ناقص 25 يبقى سالب 24. بعدين هنا هتقسم على الاثنين بعدين هنا هتحلل مقدار الثلاثي بسيط يبقى هنا قسمت على الاثنين اللي كلهم بيبقى اسم على الاثنين. بعدين احلل ده مقدار ثلاثي بسيط هيطلع يا اما صاد ناقص 3 يا اما في صاد زائد 4. فانت حضرتك هتعمل ايه؟ هتقسم الصفحه نصين يا اما صاد ناقص 3 بصفر يبقى صاد ب3 يا اما صاد ناقص 4 بصفر يبقى صاد بسالب 4. هعوض عن صاد في المعادله رقم 1 يعني شيل الصاد دي واحط مكانها 3 واشيلها واحط مكانها سالب 4. يبقى كده يا اما الس ب4 يا اما الس بسالب 3. مجموعه الحل 4 و3 وسالب 3 وسالب 4. خلاص في اي مشكله؟ انت ممكن تغلط في الحاجات دي فانت محتاج تقرا الحاجات دي لو انت حل المساله غلط او حاجه. خلاص يبقى يا جماعه معادلتين واحده درجه اولى وواحده درجه ثانيه يبقى بالتعويض بتمسك معادله الدرجه الاولى وتخلي السين لوحدها تمسك معادله الدرجه الاولى وتخلي السين لوحدها وتعوض بيها في معادله الدرجه الثانيه وتبدا بقى تحلل تشتغل. يعني هنا مثلا شلت السين اصبح قوس عليه تربيع فكيته جمعت صاد تربيع مع صاد تربيع 2 صاد تربيع زائد 2 صاد 1 ناقص 25 بسالب 24 بصفر. قسمت على الاثنين طلع لي ده المقدار ده. حللت ده صاد ناقص 3 في صاد زائد 4 اقسم الصفحه يا اما صاد ناقص 3 بصفر يا اما صاد زائد 4 بصفر. يبقى هنا الصاد ب3 هنا الصاد بسالب 4. اعوض عن الصاد في المعادله رقم 1 اللي فوق. كده السين ب4 والصاد بسالب والسين بسالب 3 مجموعه الحل 4 و3 او سالب 3 وسالب 4. خلاص تمام. اللي عنده اي سؤال يا جماعه يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال اي سؤال يخطر على بالك اساله اي سؤال. تمام طيب تعال نروح لرقم 3 باء. هي دي كانت 3 الف. تمام تعال نروح لرقم 3 باء. بيقول لك اذا كان الف وباء حدثين من فضاء عينه تجربه عشوائيه فاذا وكان لام الف ب3 من 10 ولام باء ب6 من 10 ولام الف تقاطع باء ب2 من 10. عاوز لام الف اتحاد باء. انت عندك قانون لام الف اتحاد باء ده قانون بيساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء. ده قانون حلو بتساوي لام الف ب3 من 10 زائد لام باء ب6 من 10 ناقص لام الف تقاطع باء ب2 من 10. 3 و6 9 9 ناقص 2 يبقى 7 من 10. ادي اول سؤال. قانون واحفظه احصى
احتمالي، قانون احفظه. لام الف اتحاد باء بيساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تكعيب باء. حتى انت هتلاقيني في الورقه بعد الحصه كاتب لك حفظ عليها. تمام. تعال نروح اللي بعده. لام الف فرق باء برضه قانون. لام الف فرق باء، القانون بيقول ايه؟ بيقول لي لام الف ناقص لام الف تقاطع باء. لام الف ناقص لام الف تقاطع باء. لام الالف بكام؟ ب 3 من 10 ناقص لام الف تقاطع باء ب 2 من 10. 3 من 10 ناقص 2 من 10 يبقى 1 من 10. خلاص؟ في مشكله؟ يبقى هنا يا دكتور فوق يا اسف، فوق يا بابا، فوق يا ماما، فوق. لام الف ب 3 من 10، لام باء ب 6 من 10، لام الف تقاطع باء ب 2 من 10. ده قانون احفظه. لام الف اتحاد باء بتساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء، وعوض وحل عادي، اعملها على الاقل. لام الف فرق باء برضه قانون حفظ يا بابا، حفظ. لام الف ناقص لام الف تقاطع باء. 3 من 10 ناقص 2 من 10 ب1 من 10. اللي عنده اي سؤال يتفضل اسال. اي سؤال يا بطيخ اساله. اي سؤال يا شمام اسال. تمام؟ طيب تعال نروح للسؤال الرابع. الف دول معادلتين والاثنين من الدرجه الاولى، يبقى نحل بالحذف. بكتب المعادلتين تحت بعض. 2 س 2 س ناقص ص ب3 وس زائد 2 ص ب4. انا عاوز السين شبه السين ما عدا الاشاره، او الصاد شبه الصاد ما عدا الاشاره. لو عاوز اخلي السين شبه السين ما عدا الاشاره هضرب المعادله دي في -2. لو عاوز اخلي الصاد شبه الصاد ما عدا الاشاره هضرب المعادله دي في 2، لان هي الاشاره مختلفه اصلا. يبقى انا هضرب الاولى دي في 2 وبعدين هكتب المعادلتين. يبقى 4 س ناقص 2 ص ب6. ضربت المعادله كلها في 2. وهنا دي زي ما هي، س زائد 2 ص بتساوي 4. حلو. هقول بايه؟ بالجمع يا والقاسم، دي راحت مع دي. يبقى 5 س بتساوي 10 اللي هي 6 4. هقسم على 2 يبقى الس ب 2. هتقسم على 5 قصدي يبقى الس ب 2. هعوض عن س في المعادله الثانيه. اقول له بالتعويض عن س بتساوي 2 في المعادله، اكتبها س زائد 2 ص بتساوي 4. اشيل الس ده واحط 2، يبقى 2 زائد 2 ص بتساوي 4. هوديها باشاره مخالفه، يبقى 2 ص بتساوي 4 ناقص 2. يبقى 2 ص بتساوي 2. هنقسم على 2 هنا وعلى 2 هنا، يبقى الصاد بكام؟ بواحد. كده مجموعة الحل السين ب2 والصاد بواحد، يبقى 2 1. فهمت يا بابا؟ فهمت يا دكتور؟ ما تنامش بالله عليك، ما تنام، ما تنامش يا ولاسة، ما تنامش. 2 س ناقص صاد ب3 وس زائد 2 صاد ب4. المعادلتين من الدرجة الأولى، يبقى احل بايه؟ بالحذف. فاكتبهم تحت بعض. هنا هخلق الصاد شبه الصاد ما عدا الاشاره. يعني هنا لو في 2 كانت بتظبط، فانا هضرب المعادله الاولى في 2 كلها طبعا. بعد ما ضربنا في 2 طلع لي كده. هقول بالجمع دي راحت مع دي، اتفضل لك 5 س يعني هنا 1 بتساوي 10. قسمت على الخمسه هنا وعلى الخمسه هنا يبقى الس ب 2، لان على الخمسه هنا فدي راحت مع دي، وعلى الخمسه هنا فيها الاثنين. هعوض عن س في المعادله دي، يعني شيل السين واحط 2. 2 زائد 2 صاد ب 4، يبقى 2 صاد بتساوي 4 ناقص 2. هو ده باشاره مخالفه. يبقى 2 صاد ب 2. هقسم على 2 يبقى الصاد بواحد. يبقى مجموعه الحل 2 1. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تمام؟ الاقي عليك. عندك اي سؤال ارفعه. عندك اي سؤال ارفع ايدك. 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 تمام؟ طيب تعال نروح للسؤال الرابع بقى. ولي اوجد نون س في ابسط صوره ما بين المجال. نفس الكلام، خلي بالك دي اسمه، دي اسمه. حلل مجال حذف. هحلل نون س بتساوي س تربيع. هناخد س هنا س عامل مشترك، اتفضل لي س زائد 2. هنا حل الفرق بين مربعين، س ناقص 3 في س زائد 3. طبعا ده بيتحلل ازاي؟ بتفتح قوسين، الجذر التربيع الاول هنا وهنا والجذر التربيع الثاني هنا وهنا. انا لسه مراجع تقريبا جبر ثانيه اعدادي، وايه في انواع التحليل كلها. تقدر تشوف مراجعه الجبر ثانيه اعدادي تقريبا ساعه وثلث، فانواع التحليل كلهم هتفهمهم. على 2 س في س زائد 3. كده حللنا. هنجيب المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام والبسط بتاع الكسر الثاني، لان دي على. فيبقى ح فرق 3 وسالب 3 وسالب 3 مكتوبه، والبسط بتاع الكسر الثاني صفر. يبقى طالما دي على، يبقى المجال ح فرق اصفار المقام والبسط بتاع الكسر الثاني. تمام؟ طيب الاختصار هكتب دي زي ما هي، س في س زائد 2 تمام على س ناقص 3 في س زائد 3. اقلب العلى فيه واشقلب اللي بعدها، اقلب العلى فيه واشقلب اللي بعدها فيه
3 في س زائد 3 على 2 س. هنبدأ نختصر. دي راحت مع دي، والسين راحت مع السين. هيتفضل لك كده ن س هتساوي فوق س زائد 2، تحت يتفضل لك 2 في س ناقص 3. 2 في س ناقص 3 بس كده. اللي عنده اي سؤال اتفضل اسال. يبقى انا حلل مجال، اول ما يجي لك السؤال ده كده حلل مجال حذفي. اول ما يقول لك اوجد في ابسط الصوره او اثبت ان هما متساويان، حلل مجال حذفي. حللت جبت المجال هنا في حته زياده، المجال حافظ على اسرار المقامات والبسط بتاع الكسر الثاني لان دي اسمها. بعدين اختصر، اقلب العالي فيه واشقلب اللي بعدها، بعدين احل عادي. خلاص تمام يا ولاس، تمام يا بطيخ. تعال نروح للسؤال ما قبل الاخير، السؤال الخامس الف. هنحذف ونجاوبها احنا بالتفصيل. بيقول لي اوجد ن س في ابسط صوره. نفس الكلام، حلل مجال حذف. حلل مجال حذف. تمام. هنعمل ايه؟ ن س بتساوي، هنحلل س تربيع زائد 2 س. انا اخد س عامل مشترك. انا عاوز اكبر الخط يا جماعه شويه معلش عشان الناس تشوف كويس. هنقول ن س بتساوي، هناخد فوق س عامل مشترك، فضل س زائد 2. تمام. على هنحلل الفرق بين مربعين، س ناقص 2 في س زائد 2. لو ما تعرفش تحليل الفرق بين مربعين ادخل على اليوتيوب واكتبه، يعني هيجي لك شرح كتير. زائد س زائد 3 زي ما هي، ده مقدار ثلاثي بسيط. س هيبقى كام في كام ب6 واجمعهم يديني 5 2 في 3، يبقى س ناقص 2 في س ناقص 3. خلاص. طيب بعد كده حللنا، هنجيب المجال. المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام، اعكس الاشاره يبقى 2 سالب 2، 2 مكتوبه و3. خلاص. طيب هنجيب الاختصار ن س بتساوي، دي راحت مع دي، فضل لك س على س ناقص 2. وهنا زي ما هي ما فيهاش حاجه، آه، اهي س زائد 3 في س ناقص 2 في س ناقص 3. واحد يقول لي اجمع، هقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان المقام مش شبه المقام. طب انا عاوز اخلي المقام شبه المقام، ده فيه زياده س ناقص 3 عن ده، يبقى هضرب فوق وتحت في س ناقص 3 بس كده وريح دماغك. يبقى هضرب فوق وتحت في س ايه؟ في س ناقص 3. فهمنا كده؟ تمام. خلاص. يبقى انا هنا المفروض ما ينفع، يعني في ناس ممكن تجمع على طول بالغلط، لا غلط. المفروض المقام يبقى شبه المقام عشان اجمع عوضها. الضرب عادي، الضرب عادي، الضرب عادي باي بسط معايا مقام. هنا لا، هنا لا. خلاص. فانا عندي كده هضرب هنا في س ناقص 3 فوق وتحت، فيبقى كده ن س بتساوي س في س بس تربيع، وس في 3 ب 3 س، على س ناقص 2 في س ناقص 3، زائد س زائد 3 على س ناقص 2 في س ناقص 3. ننزل تحت، هتساوي وحدنا المقامات على س ناقص 2 في س ناقص 3. اللي فوق هينزل زي ما هو، س تربيع ناقص 3 س زائد س زائد 3. هتلاقي عندك تقول ايه؟ احنا قلنا س تربيع ناقص 3 س زائد س، ماشي. تمام. هناخد 3 س مع زائد س، يبقى هتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 3 على س ناقص 2 في س ناقص 3 في س ناقص 3. هو حد يقول لي اختصر ده او حد يقول لي حلل ده؟ ده مش هيتحلل، ده ايه؟ مش هيتحلل. يبقى انت يا بابا هنقول تاني، اول خطوه عندك ايها القلاسه، حللنا، جبنا المجال، واحنا بنختصر طلع لك ده كسر وده الكسر. انا عاوز اجمع، فلازم اوحد مقام، فده في زياده س ناقص 3، هضرب فوق وتحت في س ناقص 3. لما ضربت السين في دي بقت س تربيع ناقص 3 س، زائد اللي هي دي زي ما هي، والمقام وحدناه اهي. هتلاقي سالب 3 س مع موجب س بسالب 2 س، يبقى هي اخرتها اهي. خلاص. في مشكله؟ تمام. طيب هنيجي بقى لاخر سؤال معانا في النموذج الثاني. بيقول لي ارسم الشكل البياني للداله د حيث داله س بتساوي س تربيع ناقص 1 في الفتره دي، ومن الرسم اوجد مجموعه الحل المعادله س تربيع ناقص 1 بصفر. هنرسمها على الاله زي ما عملناها الترم الاول. لو انت مش فاكر روح اسمع حل الداله التربيعيه بيانيا. اكتب كده حل الداله التربيعيه بيانيا، بعمل جدول وبعمله على الاله. حلو. هيطلع لي الرسمه دي.
مجموعه الحل، شوفوا هو قطع محور السينات فين. شوفوا هو قطع محور السينات فين، عند سالب 1 1، يبقى دي مجموعه الحل. يبقى مجموعه بعد ما ترسمها زي الترم الاول بالظبط، زي الترم الاول بالظبط. شوفوا هو قطع محور السينات فين، عند سالب 1 وعند 1. خلاص. فيبقى هي دي مجموعه الحل. طبعا عاوز تعمل زي اكتب كده حل المعادله حل الداله التربيعيه بيانيه. خلاص تمام. وهتجي لك ايه حل. طبعا ده جدول بتعمل س وصاد، وتعوض في الفتره سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، وبعدين بتشيل السين بقى وتحط سالب 3 وسالب 2 وسالب 1 وهكذا. طبعا بتتعمل على الآلة على طول يعني، وبعدين بترسم وتجيب مجموعه الحل سالب 1 وايه 1. تمام كده. الجزء الثاني من مراجعه الجبر انتهى الحمد لله. كنت عاوز احل اكتر من كده بس عشان الوقت، طبعا احنا قللنا الحصه المفروض كانت ساعه ونص، قللناها لساعه علشان باقي المجاميع وعلشان ايه توقيت الصيف هيرجع. ايا كان، المهم ان شاء الله الحصه الجايه هتذاكروا لي هندسه من ملزمه المراجعه النهائيه، هتذاكروا لي هندسه. وفي واجب طبعا، الواجب هتحلوا لي الاختبار الاول والثاني في ملزمه المراجعه النهائيه بتاعه الجبر. الاختيارات المتوقعه هتحل لي الاختبار الاول والثاني في ملزمه المراجعه النهائيه بتاع الجبر. هتحل لي الاختبار الاول والثاني في ملزمه المراجعه النهائيه بتاعه الجبر. تمام. اللي انا رجعت منها الجبر يعني، اللي هي الاختبارات المتوقعه، هم 7 اختبارات، امتحانك مش هيطلع براهم. تمام. هتحلهم وتبعتهم لي، هتحلهم وتبعتهم لي. لو ما بعتهمش مش هتدخل الحصه. اتفقنا؟ تمام. طب نقفل الريكورد.